رسميا إمام عاشور أهلاوي لمدة 5 سنين. رسميا حسمها وقدر يحسمها النادي الأهلي وخلاص خلصت رسميا إمام عاشور في النادي الأهلي لمدة 5 سنين. صفقة كلفت النادي الأهلي حوالي 3 مليون دولار، وهي تقريبا قيمة الفلوس أو ثمن بيع حمدي فتحي. ولكن إمام عاشور مميز جدا عن حمدي فتحي في بعض الأماكن في الملعب، لأن حمدي فتحي زي ما أنتم عارفين كان بيلعب 8 و6، لا إمام عاشور بقى بيلعب 8 و6 وبيلعب صانع لعب وبيلعب وينج، وبيقدر كمان ان هو يلعب باك يمين، ولو عايزه مدافع كمان هتلاقيه مدافع، ولو عايزه مهاجم هتلاقيه مهاجم. ده غير ان هو مميز عن حمدي فتحي في حته المهاره والتسديد على المرمى عاليه عنده جدا. نجاح كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن الاسطوره محمود الخطيب. قدر ان هو يحسب الصفقه خلاص النهارده. اللاعب موقع للنادي الاهلي من 5 ايام، ولكن في ال5 ايام دول كانت المفاوضات شغاله بين النادي الاهلي ونادي ميتلاند الدنماركي، واللي قدر بتدخله النهارده يحسمها الكابتن محمود الخطيب عن طريق اجتماع بالفيديو، وقدر ان هو ينهي التفاوض تماما مع نادي ميتلاند. ونادي ميتلاند ما كانش عنده مشكله ان هو يستغنى عن امام عاشور بعد ما استخدم لاعب وسط جديد عنده. رسميا خلاص خلصت، ارتاح من كل الدوشه وكل الصداع وكل الهري. امام عاشور في النادي الاهلي لمده 5 سنين. ما تنساش بقى يا جميل بمناسبه الخبر الحلو ده تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم.